مجدي عبد الغني قال ايه على خروج محمد صلاح واستبداله في مباراة بلجيكا في افتتاحية كاس العالم؟ قال: لو انا مدرب منتخب مصر مش هغير محمد صلاح من الملعب الا برغبته، ولو انا مدرب منتخب مصر محمد صلاح مش هيخرج من الملعب الا لو هو بنفسه طلب كده. والحقيقة ان الكلام ده بيعكس قيمة لاعب مش بيتقاس بس بالاهداف او الارقام. محمد صلاح ممكن يكون بعيد عن المرمى اغلب المباراة، لكن في ثانية واحدة يغير كل شيء بلمسة او تمريرة او حتى مجرد تحرك يسحب به دفاع المنافس. شفنا ده كتير مع ليفربول ومع منتخب مصر، مباريات كاملة كانت رايحة في اتجاه وفجأة صلاح قلب الموازين في لحظة واحدة. عشان كده وجوده داخل الملعب بيدي ثقة لزمايله وبيفرض حسابات مختلفة على أي منافس مهما كان اسمه أو قوته. ممكن يتعب، ممكن يمر بفترات هدوء أثناء المباراة، لكن اللاعب الكبير تفضل مستنيه لآخر دقيقة لأنه قادر على صنع الفارق في أي وقت. وأعتقد إن أي مدرب في العالم هيكون صعب جدا عليه بأخذ قرار بإخراج لاعب بقيمة وتأثير محمد صلاح إلا لو كان القرار برغبة اللاعب نفسه أو لسبب بدني واضح. الملوك لا يخرجون بسهولة، ومحمد صلاح واحد من أعظم من ارتدوا قميص منتخب مصر. ده رأي مجدي عبد الغني في محمد صلاح وطريقة خروجه واستبداله في مباراة بلجيكا من قبل المدرب حسام حسن. ونتمنى أن يظل محمد صلاح في المباراة القادمة لنهاية المباراة.